النهاردة هقول لكم معلومات غريبة ومش معروفة عن الجمل واللي هتخليكم تتفاجئوا بقد ايه الحيوان ده مميز. خلونا نبدأ. الجمل وعلاقته بالمية مش زي ما انت متخيل. الجمل مشهور بقدرته على تحمل العطش، بس الغريب ان الجمل لما بيشرب ممكن يشرب حوالي 40 جالون من المية في مرة واحدة. يعني الجمل بيقدر يخزن كمية كبيرة جدا من المية في جسمه، وده اللي بيساعده يعيش أيام بدون ما يحتاج يشرب تاني. الجمل عنده أنف مميز فيه ميزة غريبة جدا. أنفه بيقدر يرطب الهواء اللي بيتنفسه وياخد المية من الهواء عشان يستفيد بيها في جسمه، وكأنه مكيف طبيعي، وده بيساعده يحافظ على رطوبة جسمه في الحر الشديد. ليه الجمل عنده سنم؟ الناس فاكرة إن الجمل عنده السنم مليان مية، لكن الحقيقة إن السنم ده مليان دهون. الجمل بيخزن الدهون في السنم بتاعه عشان يستخدمها كطاقة لما ما يكونش فيه أكل متوفر. يعني السنم مش موجود فيه مية زي ما كنا فاكرين، إنما هو بنك متحرك عشان يزود الجمل بالطاقة. أسنان الجمل قوية جدا لدرجة إنها ممكن تقطع النباتات الصحراوية والشوكية زي الصبار بكل سهولة. الأسنان دي بتساعده في أكله اللي مش ممكن لحيوانات تانية تاكله. معدة الجمل مصنع كيميائي. معدة الجمل مقسمة ل4 غرف، كل غرفة ليها دور في هضم الأكل القاسي اللي بياكله. المعدة دي بتشتغل زي مصنع كيميائي يحول النباتات القاسية لمواد مغذية لجسمه. الجمل بينام فترات قصيرة جدا، ممكن تكون دقايق بس، وبيفضل صاحي معظم الوقت عشان يحمي نفسه من الأخطار في الصحراء. نومه خفيف جدا وبيقدر يصحى بسرعة لو حس بأي تهديد. رموش الجمل مش بس عشان الجمال، هي بتعمل كدرع ضد الرمال والغبار في الصحراء. الرموش دي طويلة وسميكة وبتقفل بشكل يحمي عيونه من العواصف الرملية. دلوقتي هكلمكم عن رجل الجمل. رجل الجمل مصممة عشان تقدر تتعامل مع الأرض الرملية من غير ما تغرس فيها. الأرجل دي عريضة ومرنة وكأنها جزمة مصممة خصيصا للصحراء.